اول فيديو صورته في سلسله رحله اخر سنه كليه اللي كان في بدايه السنه دي، وانا لاحظت ان الايام بتجري بسرعه جدا، وكنت دايما بقول وبنصح نفسي وبنصح اللي حواليا ان يا شباب الوقت بيعدي والوقت هيعدي، فلذلك حاولوا تستمتعوا بيه. مع ان انا كنت في بدايه الامر ما كنتش مدرك قوي فكره ان الايام بتعدي، وكان بيجي وقت احس ان الايام ما بتعديش، ولكن كانت سرعه الاحداث اللي بتحصل كانت بتثبت لي كل يوم ان الايام بتجري بسرعه، وان اسمن حاجه في حياه الانسان هي الوقت. والحمد لله النهارده بعد كرم ولطف ربنا سبحانه وتعالى يعتبر خلصت 16 سنه من مراحل التعلم. العلم ما بينتهيش عند المرحله اللي انا فيها حاليا، ولكن النهارده وصلنا ليوم حفله التخرج، واللي اكيد كلكم عارفين ان حفله التخرج دي تعتبر بتكون من اواخر الايام اللي بتجمعك باصحابك. عشان كده النهارده حبيت ان انا اوثق اليوم ده، لان يعتبر ده ختام سلسله رحله اخر سنه كليه اللي كنت بحاول فيها اوثق التجارب والافكار والخواطر والمشاعر وبعض النصايح اللي انا تمنيت اعرفها قبل ما ادخل الكليه. هو صحيح انا كنت ناوي في البدايه ان انا اعمل فيديو واحد اوثق فيه رحله السنه دي، ولكن اكتشفت ان فكره ان انا اصور فيديو لمده نص ساعه او ساعه كبير قوي ومحدش هيستمتع بيه، اضافه لفكره ان انا كنت بدي نصايح كتير قوي، فما كانش ينفع يكون في فيديو واحد عباره عن نصايح ورا بعض. مفيش حد بيحب النوع ده من الفيديوهات، فعشان كده عملنا سلسله من الفيديوهات كل فيديو فيهم مقتطف من رحله اخر سنه كليه. فالمهم يعني ان شاء الله النهارده الساعه 2 او 3 كده ابدا البس وانزل اروح الحفله، واتمنى ان شاء الله اكون من المكرمين على الستيج عشان يكون ختام رحله التعليم، ختام لطيف ومميز، وكمان استمتع بيه مع اصحابي. وحبيت ان انا اخدكم في الرحله دي. زي ما انتم شايفين اكيد باين علي ان انا متحمس ومبسوط، لاني بكرم وفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. وانا عايز اقول لك يا صديقي، لو انت لسه طالب جامعي ثق تماما ان ربنا هيكرمك وهتعدي وهتوصل للمرحله اللي انا وصلت ليها حاليا. فعشان كده حاول تستمتع بكل لحظه انت بتمر بيها، وثق تماما ان كل مر سيمر باذن الله. المهم يعني دلوقتي العصر اذن، هصلي العصر وهنزل نروح المكان اللي المفروض هتكون مقامه فيه الحفله. وللعلم يعني الحفله دي عباره عن جزئين، الجزء الاول هو جزء التكريم بتاع الطلبه اللي هيتم تكريمها، الجزء الثاني هيكون في حفله مع مغني، وانا مش هحضر الجزء الثاني طبعا واكيد. فخليكم معانا عشان نعيش اليوم ده مع بعض، ويفضل ذكرى متوثقه على اليوتيوب ارجع ليها في يوم من الايام واتبسط وافتكر كل اللحظات اللي انا مريت بيها. ويلا اشوفكم هناك ان شاء الله. المفروض ان احنا قدام الاوتيل اللي احنا هنحضر فيه الحفله. هو ده انا اللي قاعد مستنيك. الخريج ادم محمود السيد. الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا ايوه وصلك بالسلامة. تمام عشان مسافر يا العطايا ومجيب للسؤال، أنت